ده هو جونيتشي، شاب عادي في الثانوية ونفسه يتخلص من العزوبية، حياته ما فيهاش أي خبرة عاطفية، بس كل حاجة بتتقلب لما أصحابه بيتحدوه إنه يعترف لأخطر وأجمل البنات في المدرسة، وهي يوكانا، بنت مش عادية، تصرفاتها غريبة وكلها إغراءات، ويا خسارة الجمال يا صاحبي لما يمشي شمال. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. ده الترم الجديد وبيدخل بطلنا جونيتشي المدرسة، وبيتفاجئ إنها كلها عشاق وهو الوحيد اللي خايب معهوش أي بنت. وهو طبعا ما بيكونش لوحده، ملموم على شله زباله شبهه، وكل واحد فيهم بيتمنى ان بنت واحده تكلمه. اول واحد من صحابه هو ساكاموتو، بس مش ساكاموتو ده تاني واحد كيجو، والتالت هو مينورو. انت مؤمن في الفصل ما كانوش راحمين نفسهم. يسأل جونيتشي نفسه سؤال واحد بس، وهو ليه ما فيش بنت عايزه تعبره، ولو في يوم يتغدى معاها يقف معاها شويه حتى. لكن فجأة زي اكن الباب السما كان مفتوح، وبتدخل بنت عندها امكانيات يا صاحبي مش عند اي بنت تانية. تقرب من بطننا وبتديله كمان الاكل، وبتقول له قلت لك الاكل اللي انت نسيته. كان جونيتشي يا صاحبي بيكون فقري وما بيعبرهاش، كان صحابه اول ما بيشوفوا المنظر ده بيجروا عليه وبيسالوه مين البنت دي، فطبعا الجواب المعتاد دي زي اختي، لكن هم يا صديقي ما بيصدقوهوش وبيكونوا عايزين يعرفهم عليها انهم مش هيفوتوا فرصه بالامكانيات دي. يفضلوا يمدحوا في البنت وجمالها وامكانياتها. لكن فجأة بنت جميلة اسمها يوبي بتدخل فجأة وبيكون شعرها اسود، بتسلم على جونيتشي بكل حماس وتقول له ان احنا في نفس الفصل من مرة تانية. طبعا واحد من صحابه اول ما بيشوف كده بيفضل يمدح في البنت مع انها مش بنفس الامكانيات. بكده اصحاب جونيتشي ما بيسكتوش على كده، يفتحوا مجلات من اللي بالك فيها وبيقعدوا يتفرجوا، وطبعا ما بيكونش هممهم الطلاب بتبص عليهم او لا. كمان بيوروا جونيتشي صورة من الصور اللي بيتفرجوا عليها. جونيتشي بيقول لهم لا 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 انا مش بتاع الكلام ده، فبيسألوه لو متأكد، فبيقول لهم لو انتم مصرين طب هاتوها. فجأة بنت بتظهر وبتنادي على جونيتشي، اول ما بيشوفها بيرمي المجلة على طول، لكن البنت بتدوس عليها برجليها، تبدأ ان هي تهزقه على اللي بيتفرج عليه. والبنت دي يا صاحبي هي اجمل بنت في المدرسة، يوكانا. بعدها بياخد صحابه وبيقعدوا في الجنينة وقد ايه بيشرحوا في جمالها. نيتشي يا صاحبي ما كانش مشاركهم، لكن مشاركهم بعقله وبيحلم وبيفكر قد ايه هي الجميلة، ولو قضى معاها ليلة هتبقى أجمل. ساعتها أصحابه بيفاجئوه وبيقرروا اللي هيروح ليوكانا ويعترف لها بحبه. بنروح على الناحية التانية ليوكانا اللي بتفتح الخزانة وبتلاقي رسالة حب، وبيطلب منها إنها تقابله. ساعتها يوكانا بتتحمس وعايزة تشوف مين الشخص الغامض اللي اتجرأ وقال لها كده. لما بتروح يوكانا بتلاقي جونيتشي واقف قدامها وبيكون متوتر ومش مصدق إنها جت. إن وسط التوتر ده كله بيركع على الأرض زي الأرنب وبيطلب منها إنها تحبه. يوكانا بتعرف إنه نفس الشخص اللي قابلته الصبح. جونيتشي بينزل صعقة عليه وبيتخيل إن الناس كلها بتبصله بنظرات احتقار، وأثناء ما بيكون جونيتشي على الأرض بيبص على منطقة خطر جدا، فمش عايز يقوم وفضل قاعد مركز. بتسأله يوكانا سؤال واحد بس وبتقول له أنت إيه اللي عاجبك فيا؟ ساعتها جونيتشي بيقول لها أي كلام وما بيرضاش يقول لها على السبب الحقيقي اللي هو بيخطط له، لكن يوكانا بتكون صايعة يا صاحبي وبتعرف إن بيخطط له وبترفضه. ساعتها بيبص لآخر مرة على المنطقة اللي بيحب يبص لها على طول. يوكانا بتقفشه، لكن يوكانا بدل ما تزعق له بتقرب منه وبتقول له أنا هديك حاجة أحلى كمان، وبتقول له بص بصة كمان. لكن أول ما بيبص ده كانت خدعة يا صاحبي منها، تفضل تضحك عليه. تسأله سؤال غريب جدا وبتقول له لو فعلا هو بيحبها، انه بيعيط وما بيرضاش يرد عليها. ساعتها يوكانا بتوقفه وبتقرب وبتقول له انا بحبك وعايزك تبقى معايا. ساعتها جونيتشي يا صاحبي ما بيبقاش مصدق وبيقول لنفسه الدنيا هتضحك لي ولا ايه. تاني يوم الصبح بيبقى بطلنا جونيتشي ماشي في الشارع وبيفكر في يوكانا وجمال يوكانا. ساعتها اصحابه بيطلعوا له من تحت الارض وبيعتذروا له على اللي عملوه فيه، لكن بطلنا بيقول لهم ان هو خايف جدا من يوكانا لكنها بتلعب عليه. ساعتها اصحابه بيطمنوه وبيقولوا له احنا هنفضل فرقة العزوبية طول الوقت. لكن اللي جونيتشي ما كانش عامل حسابه انه اول ما بيفتح التليفون بيلاقي رسالة من يوكانا وفيها صورة لطيفة جدا ليها، ودي خلت اصحابه يحسدوه وبيبقوا متضايقين منه جدا. ساعتها جونيتشي بيحط ايده على صاحبه لكنه بيبعدها على طول وبيقول له ساكاموتو انت بوست يوكانا ولا لسه؟ فبيقول له جونيتشي انا عمري ما اعمل كده يا صاحبي انت عارفني. فبيقول له ساكاموتو انت غبي يا ابني ولا ايه؟ انا كنت مستنيك تقول لي اه. ساعتها جونيتشي بيتخيل يوكانا قدامه وهو في علاقة. ساعتها بيقطع تفكيره ساكاموتو وبيقول له ان لازم ياخد يوكانا على مكان ويقعدوا مع بعض فيه.
ده جونيتشي بيرجع للفصل وبتسلم عليه صاحبته يوي زي كل يوم، لكن فجأة يوكانا بتيجي وبتعمل حركة غريبة جدا وأكنهم أصدقاء مقربين. كمان اتكلمت بصوت عالي قدام الفصل كله وقالت إنهم بيتوعدوا. ساعتها الطلاب كلهم بيتصدموا أول ما بيعرفوا كده. ساعتها أصحابه بيسيبوه وبيمشوا وهو بيطلع يجري وراهم عشان يشرح لهم، لكنهم بيقولوا له امشي من هنا ومش عايزين نشوف وشك تاني. لكن ساعتها بتجيله يوكانا وبتاخده معاها، لكن أول ما بينزلوا هنا كانت الصدمة. بتبقى صاحبته نيني واقفة ومستنياه وبتشوفهم مع بعض. تتصدم أول ما بتلاقيهم ماسكين إيد بعض. ساعتها يوكانا بتخفف عنه وبتاخده المكان يقعدوا مع بعض، لكنها بتعمل حاجة غريبة بتخليه يصوت. ساعتها يوكانا بتقعد جنبه وبيبقى جونيتشي في دماغه حاجة واحدة بس، وهي إن يوكانا بتعمل كده عشان تغريه. بدأ يتخيلها وهي بتعمل حاجات غريبة جدا وهو بيخرج أصوات عمره ما يتخيل إنه هيخرجها، لكن كل ده أكيد كان حلم. ويوكانا في الحقيقة بتبقى قاعدة تغني. يوكانا بتختار أغنية بيكون جونيتشي عارفها فبيغني معاها وبيقضي وقت جميل. يوكانا بتكافئه وبتعمل حاجة جميلة جدا. ساعتها جونيتشي ما بيترددش وبيجري عليها عشان ينفذ بقى، لكنها بتقول له روح اقلع شعر مناخيرك يا معفن، قوم عشان تدخل للحمام. وبتبقى عارفة ايه اللي في نية جونيتشي. وبعد كده بيخرجوا من مكان وبتشكر جونيتشي على اليوم الجميل ده وتتمنى انهم يخرجوا مرة تانية. بس دي مش نهاية القصة يا صاحبي، لأن أورال صديقة يوكانا كانت واقفة وبتراقبهم. تاني يوم جونيتشي بيروح المدرسة وبيتفاجئ أول ما بيفتح الخزانة وبيلاقي قدامه جواب حب غامض بيطلب منه إنه يقابله. لكن صحابه أول ما بيشوفوا الجواب ده بيعيطوا من خيبتهم. ساعتها ما بيسكتوش وبيقنعوا جونيتشي إن هو يروح يقابل الشخص ده، مع إنه هو كان عايز يفضل مع يوكانا. وبيقنعه وبيقول له إنه لو عمل شلة كبيرة هيقدروا هم كمان يستمتعوا. ساعتها صاحبهم كوجو أول ما بيتخيل الوضع بيقول يا سلام هو ده الكلام. ساعتها جونيتشي بيقرر إنه يقابل البنت دي وبيتصدم أول ما بيلاقيها إنها صاحبة يوكانا أورال. وفجأة أورال بقت تتصرف تصرفات غريبة وبضحكة خبيثة بتقول له أنت شكلك ما قربتش من بنت قبل كده، وبدأت إنها تغريه. بتقول له برافو عليك ولد شاطر. ساعتها جونيتشي ما بيمسكش نفسه من المنظر اللي شايفه وبيقع على الأرض. ساعتها بتقرر أورال إنها تركب فوقه وتلعب لعبة البحث عن الخيار المفقود. لكن ساعتها الصدمة إن يوكانا بتيجي وبتشوفهم في الوضع ده. بس الصدمة الأكبر بقى لما يوكانا بتتصرف ببرود وعادي جدا وبتقول لصاحبتها تقوم. ساعتها أورال مش بتسكت على كده كمان، لا دي بتلعب في صاحبتها قدامه. جونيتشي بدأ ينهار وبقى مش قادر يستحمل. ساعتها أورال بتسأل صاحبتها يوكانا وبتقول لها خلاص عملت العقد معاه. ساعتها يوكانا بتقول لها اوعي وبتاخد جونيتشي وبتمشي. ساعتها أورال بتتضايق وبتقرر إن هي تفرقهم بأي طريقة. ساعتها في نفس الليلة بتيجي رسالة لجونيتشي وبتبقى الرسالة دي من يوكانا اللي بتقترح عليهم هما التلاتة يخرجوا مع بعض. يجي تاني يوم وبيخرجوا مع بعض وبيستمتعوا جدا وكأنهم ثلاثي متناغم. ساعتها نيني بتشوفهم وهي بتبكي. ساعتها بيروحوا هما التلاتة لمحل الملابس. تقترح يوكانا على جونيتشي طقمين إن هي تلبسهم، لكن جونيتشي بيتخيلها قدامه بالملابس اللي هي جايباها. ساعتها جونيتشي بيختار الأبيض، لكن بتدخل صاحبتها وبتختار الفستان التاني. ساعتها بيقرروا هما الاتنين يعملوا عرض أزياء لجونيتشي. ده بيخلي جونيتشي يتجنن لأنه بيركز على التفاصيل اللي بيحبها، وده طبعا بيزعل يوكانا لأنه ما قالش رأيه في الملابس. ساعتها أورال بتكون شايفة المنظر ده وغيرانة جدا. لكن أول ما بيخرجوا من محل الملابس بيلاقوا أشخاص بيقربوا عليهم وبيحاولوا يضايقوهم. ساعتها جونيتشي بتاخده الشجاعة وبيقرر ينقذهم، لكن يا صديقي بياخد على عينه من أولها وبيقع على الأرض. ساعتها أورال بتقترح على الشباب دول إنهم ياخدوها بدلهم، وفعلا بتعمل كده. ده أورال بترجع وكأن مفيش حاجة حصلت وعملت فيهم الجلاشة. ساعتها جونيتشي بعد ما بيخلص يومه بيرجع وبيفكر في اللي حصل له وقد ايه هو مش نافع. لكن ساعتها بيلاقي أورال في وشه وبتبدأ ان هي تمدح فيه، وساعتها بيتجنن. بس المفاجأة إنها بتدخل معاه للبيت وكمان بتتصرف معاه تصرفات هو نفسه فيها. ساعتها جونيتشي بيقرر يرفض، لكنها ما بتستسلمش وبتجرجره أكتر وبتقول له أنا بسهل لك الأمور عشان عارفة قد إيه أنت مكبوت، لأنه يوكانا مش هتعمل زي ما أنا بعمل، أنا هخليك تعمل كل حاجة أنت عايزها. لكن ساعتها جونيتشي بيفتكر ابتسامة يوكانا وبيقرر يرفض إنه يعمل كده.
وبيقول لها وهو بيزعق انا عايز يوكانا هي اللي تفضل في حياتي، لكن بتتعصب اورال وبتوقع على الارض وبتقول له انت غبي وهتفضل كده طول عمرك. ساعتها بنعرف ان هنا اورال مش بتعمل كده عشان خاطر جونيتشي، لا دي بتعمل كده يا صاحبي عشان خاطر يوكانا وتفضل قريبة منها لانها بتحبها. ساعتها يوكانا بتيجي في الوقت المناسب وبتقول لها توقف اللي بتعمله، بتتهمهم كمان بالخيانة. ساعتها اورال بتستخدم ذكائها وبتقول لها انا كنت بختبرهولك. ساعتها يوكانا بتشكرها وبتقول لها انا مش عارفه اقول لك ايه. تاني يوم بقى جونيتشي بيبقى ماشي، لكن بتطلع له اورال من تحت الارض وبتهدده انه ما يتكلمش في الموضوع اللي حصل امبارح بينهم. لكن اللحظه الخطيره هنا ان يوي كانت بتراقبهم وشكلها كده مش ناويه على خير. ولغايه هنا يا صاحبي بيكون خلص الملخص. ما تنساش تقول لنا رايك في الفيديو وتعمل لنا لايك وسبسكرايب.